النهارده إن شاء الله هنطبّق كل اللي اتعلمناه في البايثون من أول الفيديوهات اللي إحنا شرحناها مع بعض. هنشتغل على مشروع بسيط يعني هنتعلم منه كتير إن شاء الله. إيه هو المشروع؟ to do list. هنعرف إزاي نستخدم الlist وإزاي هنعمل function ونستخدم الloops والif. هنجمع كل الأساسيات في مشروع واحد. إيه هو الto do list app؟ عبارة عن هو اللي إحنا عايزين نضيف task أو نمسح task مثلًا لو خلصناه، أو نعرض التاسكات اللي عندنا في اليوم. معنى كده إن إحنا عايزين نعمل كذا function. أول function add task، عايزين نضيف task للlist بتاعتنا. تاني function remove task، نمسحها لو خلصناها نمسحها، أو احنا مش عايزينها خلاص ما عادش مهمة بالنسبة لنا. تالت function إن احنا نعرض التاسكس اللي عندنا، يعني show tasks. ماشي، التاسكات دي هتتحط فين؟ هتتحط في list، هتتحط عندنا في قايمة عايزين نخزنها في حتة نعرضها ونقدر نشتغل عليها. أول حاجة نعرفها له واحنا بنعمل الكود إن احنا نعرف list فاضية، زي variable فاضي زي مخزن هنضيف فيه كل ما نضيف تاسك جديدة هتتخزن فيه، وكل ما يحصل ريموف لتاسك مثلا هنروح نأكسس على الليست دي وهنعمل ريموف للتاسك اللي احنا عايزينها. اول حاجة هنعملها ان احنا نعرف الليست الفاضية دي. ليست هنسميها ايه؟ هنسميها تاسكس مثلا. equal ليست فاضية ازاي؟ نعمل سكوير براكت، ودي اول حاجة معانا. كده احنا عرفنا variable فاضي عبارة عن ليست هنخزن فيه، هنشتغل عليه وهنأكسس عليه عشان نخزن فيه كل التاسكس اللي هنضيفها بعد كده. اول حاجة عايزين نشتغل عليها ان احنا نعمل اول فانكشن اللي هي بنخزن بنضيف التاسك فيها. هتبقى فانكشن. اول حاجة فانكشن to add task. طيب فانكشن يعني ايه؟ احنا قلنا نعرفها ازاي. اول حاجة بنعمل كلمة التعريف اسمها diff اللي بنعرف بيها الفانكشن بتاعتنا. ماشي. تاني حاجة بنعملها ان احنا بنسمي الفانكشن، نسميها مثلا add. بعد كده بنفتح راوند براكت وبننزل كولون ونكتب اللي احنا عايزينه. طيب add task يعني ايه؟ يعني انا هديله حاجة، هديله task هيضيفها عندي في الليست، يعني هديله بارامتر هسميه task هضيفها عندي في الليست. انا دلوقتي التاسك دي انا هديها له لما باجي اعمل run، وهضيفها عندي في الليست. ايه هي الليست اللي عندي؟ اللي هي التاسكس. اقول له تاسكس من الميثودز اللي احنا خدناها في الليست. في حاجة اسمها append دي بتضيف للليست بتاعتي الحاجة اللي انا هديها له. هقول له ضيف لي ايه؟ ضيف لي التاسك ده اللي هو البارامتر اللي انا بعته له دلوقتي. بس كده، دي الفانكشن اللي احنا هنستخدمها في ان احنا نضيف تاسك. كده بس خلصت. نديله بس كلمه كده اللي هو print تطبع لي تاسك اديت، اعرف له التاسك. طيب لو انا عايزه اخليه يستخدم الفاريبل دي تحت، قلنا هنحطها ما بين كيرلي براكت واكتب له تاسك. طيب كده هتسمع معايا؟ مش هتسمع. يعني انا دلوقتي لو انا رحت بقى ناديت عملت كل التاسك للفانكشن دي وقلت له add tasks واديت له مثلا do my homework، رحت عملت run، طبع لي ايه؟ طبع لي task added task، ما سمعتش معايا. قلنا عشان تسمع معايا بكتب هنا if في الاول عشان اقدر اعوض بالفاريبل ده جوه الاقواس دي. task added do my homework. يبقى كده احنا اول فانكشن معانا شغاله معانا اهيت. طب لو قلت له مثلا اطبع لي التاسك، طبع لي ايه؟ do my homework وحطها لي ما بين quotation وحطها لي ما بين السكوير براكت اللي دي list. يعني انا دلوقتي لو قلت له تاني، لو بتاع الفانكشن وقلت له مثلا eat my food، عملت له run وقلت له اطبع لي التاسكس تحت اهي. task added eat my food. هو دلوقتي نده اول حاجه. انا قلت له ايه؟ add task do my homework. task added do my homework. task added eat my food. بعد كده برنت التاسكس فعلا ضاف لي eat my food على do my homework وحطهم لي جوه list. فاحنا كده تمام. اول فانكشن شغاله معانا. نشيل بقى الكلام ده عايزين نعمل تاني فانكشن. طب تاني فانكشن عباره عن ايه؟ عايزين نقول له remove التاسك دي، يعني انا عايزه امسحها. هنعمل function to remove a task. طيب قلنا نعرفها ازاي؟ هنقول diff اول اسم الفانكشن نسميها باسمها remove task، افتح القوس، هديله ايه؟ هديله بارامتر هعرفه التاسك. ايه هو التاسك اللي انا عايزه امسحه؟ واعمل كول ومنز. طيب قلنا برضو من الميثودز الليست ان في حاجه عندي اسمها remove. طيب انا دلوقتي هينفع امسح حاجه مش موجوده؟ لا. اول حاجه هديله كونديشن يتاكد ان التاسك اللي انا هديها له دي، البارامتر اللي انا هبعته ده موجود فين في الليست دي. فلازم اتاكد اول. هقول له اف التاسك اللي انا بعتها لك دي ان تاسكس دي اللي هي الليست، لو هي موجوده هيحصل ايه؟ امسح لي من الليست تاسكس دوت ريموف، امسح لي التاسك. وبعد كده برنت ان التاسك اتمسحت. زي ما عملنا تاسك اديت هنقول له تاسك ريموفد واعرف له التاسك ايه هي. قلنا هنعمل ايه؟ هنعمل بين
كيرلي براكت، هنكتب له التاسك اللي اتمسحت اللي احنا اصلا بعتها له، وهقول له هنا اف عشان يقدر يعترف. تمام. طيب لو مش موجوده هقول له ايه؟ احنا دلوقتي عملنا كونديشن وقلنا لو التاسك موجوده امسحها لي. طب في حاله ان هي مش موجوده اقول له else. لو مش موجوده اطبع لي ان التاسك نوت فاوند. تاسك نوت فاوند. دلوقتي عايزين نعمل لها كول. تعالى الاول نضيف على الليست، نستخدم الفانكشن الاولانيه ان احنا ناد تاسك، وبعد كده نعرضها، وبعد كده ايه نمسح التاسك. نستخدم الفانكشن. تعالى اول حاجه نبرنت التاسكس دي، الليست بتاعتنا. فعل التاسكس قال لي ايه؟ قال لي ليست فاضيه. ماشي. بعد كده نعمل ايه؟ هنقول له انده للفانكشن دي كده، اسمها كول للفانكشن باسم الفانكشن. اسم الفانكشن اد تاسك، في بين القوسين هنديله بارامتر، هنقول له do my home. هو هيروح يعمل ايه؟ هو هيروح ينفذ اللي جوه الفانكشن دي. ايه هو اللي جوه الفانكشن؟ ان انا هضيف على الليست التاسك اللي انا بعتها له، وبعد كده هيطبع لي تاسك ادد تاسك، التاسك اللي انا مديها له برضه. قلت له ايه؟ قلت له نفذ لي الفانكشن. هو طبع لي تاسك ادد do my homework، راح ضاف ال do my homework وبعدها طبع لي الجمله اللي انا خليتها برنت ليها. ماشي. لو قلت له اطبع لي تاني الليست، فيها ايه الليست دي؟ فيها do my homework، فيها do my homework. طيب لو رحت بقى ندهت الفانكشن اللي احنا عملناها للريموف، ريموف تاسك، وقلت له امسح لي do my homework برضه، هو هيروح يعمل ايه؟ هيروح يتأكد التاسك دي موجودة فين في التاسكات التانية. هيروح يعمل الكونديشن ده، التاسك دي موجودة في التاسكس الليست اللي هي اللي فوق، لو موجودة هيمسحها، لو مش موجودة يقول لي تاسك نوت فاوند. انا هعمل ران. قال لي ايه؟ قال لي تاسك ريموفد دو ماي هوم ورك. يبقى هي كده فعلا كانت موجوده. لو انا رحت عملت له برنت للتاسكس تاني، هشوف هيطبع لي التاسك الليست مليانه ولا فاضيه. طبعا لي فاضيه عشان اتمسحت. طيب لو انا اصلا هنا كنت مثلا عملت له مثلا دو بس كده ورنيت، شوف في اول رن طبع لي فاضيه، تاني رن قال لي تاسك ادد دو ماي هوم ورك هي دي، بعد كده طبع لي التاسكس مليان، بعد كده قلت له ريموف تاسك دو. هي الدو دي موجوده جوه الليست؟ موجوده هنا؟ لا مش موجوده. فطبع لي ايه؟ طبع لي التاسك نوت فاوند في الجمله دي في هنا، وبعد كده طبع لي الليست دو ماي هوم ورك زي ما هي. ماشي كده نروح لتالت فانكشن معانا اللي احنا عايزين نشوف بقى كل زي ما كنت بعمل اللي هو برنت تاسكس، اعرض لي كل اعرض لي كل التاسكس اللي عندي. يبقى هنعمل فانكشن تو شو اول تاسكس، هتبقى عبارة عن ايه؟ زي ما احنا قلنا printed tasks اللي هي الليست اللي فوق، بس هنضيف بس عليها حاجات، حبة حاجات. هنقول له diff، هنعرف الفانكشن، هنقول له show tasks ونفتح الراوند براكت. هنا احنا هنديله حاجة؟ لا مش هنديله حاجة، احنا عايزين نعرض بس، هنتأكد بقى التاسكس دي عندي ولا لا. if tasks لو موجودة اطبع لي print your tasks وعم كولون اديله التاسك. طيب لو مش موجودة else هيطبع ايه؟ print no tasks yes. تعالى ننده لها نقول له شو تاسك ونرن، شوف هيقول لي ايه. قال لي نو تاسك سيت عشان انا شايله كل اللي انا كنت ضفته ومسحته. طيب لو رحت مثلا ضفت قلت له انده لي اد تاسك دي دو ماي هوم ورك، رحت قلت له انده له، قول له شو تاسك، عملت رن، قال لي نو تاسك سيت دي في اللي هي قبل ما اضيف. بعد ما ضفت قال لي تاسك ادت تمام، وبعد كده قال لي ايه يور تاسكس، وقام عامل لي دو ماي هوم ورك. ماشي. لو انا عايزه اعدل عليه بقى تعديل على شو تاسكس دي، ان عايزه يرقم لي التاسكات اللي انا بديها له. يعني يقول لي التاسك رقم 1 do my homework، التاسك رقم 2 eat my food، التاسك رقم 3 go to school. كده عاملها ازاي؟ هخلي هنا يقول لي your tasks وامسح دي، واقول له ايه تاني؟ هعمل لوبة، هقول له for واديله اي عشان يرقم لي، ده اللي هيبقى الترقيم بتاعتي، واقول له التاسكس بتاعتي، يعني هيعمل لوب ده دلوقتي على كل دول ان، وهنستخدم حاجة اسمها enumerate. ايه هي enumerate دي؟ عشان نطبع كل تاسك بالرقم بتاعها. هنعطيله مين؟ هنعطيله القائمة كلها تاسكس، وهنقول له start ابدأ لي العد من رقم كام؟ من رقم 1. بعد كده اقول له print، هيطبع لي مين بقى؟ هيطبع لي الاي اللي هو العد اللي هنبدأه من رقم 1 ده، اللي هو ده الاي. يطبع لي الاي ده شكل بس كده الدوت دي، وطبع لي التاسك. ماشي. قلنا عشان يسمع لازم نكتب هنا اف عشان يقدر يعوض، يحط الفاريبل قيمتها هنا. تعالى بقى ايه نرن، شوف بعمل ايه.
قال لي يور تاسكس اللي هي دي. بعد كده قال لي رقم 1 دوت شكل بس، ممكن نعملها مثلا داش، نعمل رن اهي. دو ماي هوم ورك، بدل ما كانت في الاول اللي هو بيخلي لي الليست يطبعها لي زي ما هي، لا الوقت عمل لي رقمها لي. ماشي. لو انا رحت مثلا عملت اد تاسكس تانية، قلت له eat my food ورنيت، قال لي your tasks do my homework eat my food to eat my food. ماشي، يبقى كده الشكل احلى. يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا حاجه، ان في حاجه اسمها enumerate. دي فانكشن بتقدر تخلي لي اديلها الاي والتاسك، ولازم نعرف هو يبدا من امتى. يعني ممكن مثلا هنا نقول له ابدا لي من الترقيم رقم 2، هنا بدا لي من 2، ده الستارت بتاعتي. وبعد كده قلت له برنت، ده الشكل بتاعي بس، هيطبع لي شكله ايه، اتبع لي الاي دوت التاسك. ماشي، فكده انا عملت الفانكشن بتاعت التو دو ليست اب كلها. دلوقتي بس هظبط الشكل عشان يقدر يطبعه لي مره واحده. عملنا 3 فانكشن، دلوقتي هنستخدمهم بقى. هنعمل فانكشن رابعه بتجمع ال3 فانكشن اللي انا عملتهم قبل كده جوه الفانكشن دي، ودي اللي انا هرنها في الاخر. يعني ده البرنامج بتاعي. الفانكشن دي هسميها ايه؟ هسميها مين، الفانكشن الاساسيه بتاعتي يعني المين بروجرام. ماشي، عايزين نعمل فيها ايه دي؟ عايزين بقى نقول لليوزر اختار انت عايز تاد ولا عايز تريموف ولا عايز تشوف كل التاسكس اللي عندنا. فاحنا عايزه اظهر له رساله، اقول له دي القائمه بتاعتي، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تاد تاسك ولا عايز تريموف تاسك ولا عايز تشو اول تاسكس ولا عايز تخرج بقى من البرنامج ده. فانا هظهر لليوزر، اقول له القائمه اهي، اختار انت عايز ايه. طيب اختار يعني ايه؟ يعني هخيره، هقول له دخل لي انبوت. يعني انا القايمه هرقم اللي هي الفانكشن اللي عندي، وهقول له اختار. يعني دلوقتي هاخد من اليوزر انبوت برقم الاختيار اللي هو اختاره. ماشي. اول حاجه بس اول نقول له ايه، اقول له دي القايمه اللي عندي، هقول له برنت. كل ده شكل بس للشغل بتاعنا. اقول له to do list menu. ماشي، اقول له ايه برنت رقم 1 add a task، هختار هضيف تاسك. اقول له برنت تانية رقم 2 remove a task. رقم 3 show all tasks. رقم 4 هخرج من البرنامج. خلاص بقى انت خلصت اللي انت عايزه، اخرج لي من البرنامج ده دوت exit. تمام. تعال بقى ننده على المين، اشوف بس شكله ايه. شوف انا وصلت لايه دلوقتي وران، شوف ظهر ازاي. to do list menu 1 add a task remove a task show all tasks. ده القايمه اللي هتظهر لليوزر اول ما انت ترن المين دي. طيب انا دلوقتي عايزه اخد بقى ايه، اخد الاختيار، هو يختار 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. هعملها ازاي؟ اقول له choice، هاخد من اليوزر ده variable، اقول له input enter your option، انت اخترت ايه. ماشي، لو اختار 1 يبقى add a task، فهضطر انده لايه، هضطر انده للفانكشن اللي فيها add task عشان يتنفذ. ماشي، هنعملها ازاي؟ هديله بقى اف لو الاختيار رقم 1 اعمل لي كذا، لو الاختيار رقم 2 اعمل لي كذا، لو اختيار رقم 3 اعمل لي كذا، لو 4 هتعمل كذا اللي هو اخر. ماشي، فعامل اف تشويس في التشويس equal 1. لو دخلت لي 1 هنعمل ايه بقى؟ اقول له task equal input، هطلع لليوزر enter your task اللي انت عايز تضيف، طلع له رساله اقول له دخل لي التاسك اللي انت عايز تضيف. ماشي، هعمل ايه دلوقتي؟ هستخدم بقى الفانكشن اللي احنا عملناه، اقول له add task، اسم الفانكشن اللي احنا عملناه. هنبعت له البارامتر. ايه هي البارامتر؟ تبقى اسمها التاسك دي اللي احنا هنعوض عنها باللي اليوزر دخلها لي. اليوزر هيدخل لي التاسك اللي انا عايزاها وهنحطها هنا. ماشي، كده احنا خلصنا الاف اللي هي التشويز 1. طيب الاف لو التشويز equal لو اليوزر دخل لي 2 عايزه اعمل ريموف. طيب الريموف بتعمل ايه؟ بننده للفانكشن اللي اسمها ريموف تاسك. طيب اول حاجه هقول لليوزر دخلي التاسك اللي انت عايز تمسحها. input enter the task you want to remove enter the task to remove. ماشي، تعمل ايه؟ هتنده على الريموف تاسك، امسح لي التاسك دي هي دي اللي انا هاخدها من اليوزر. طيب الف هو اختار التشويس بتاعتنا كانت 3. في الحالة دي انت هتعمل شو هتعمل شو تاسكس، هتنده على الفانكشن اللي اسمها شو تاسكس. طيب دي احنا هناخد من اليوزر اي حاجة، مش هتاخد بارامتر من اليوزر، فهننده بس على الفانكشن شو تاسك. حالة بقى لو اختار 4 الف choice equal 4 دي هيحصل ايه؟ دي معناها exit، عايز يخرج من البروجرام. طيب هقول له goodbye. بعد كده اعمل ايه بقى؟ هستخدم
بريك كونتينيو. بريك كان بتعمل ايه؟ كانت اول ما توصل للاختيار دوت وتشوف بريك، بتقوم قاطع البروجرام ويخرج بره، هستخدم بريك. لو ما كانش بقى الاختيار اي حاجه من دول، هقول له ايه؟ هقول له برنت انت ما دخلتيش اي حاجه من دي، invalid choice try again. ماشي. قبل بس ما run، دلوقتي بريك احنا قلنا بنستخدمها جوه اللوب. طب فين اللوب؟ دلوقتي مفيش مستخدمين اي لوب هنا، فهنقول له في الاول while true، طول ما اللوب شغاله نفذ كل اللي جوه ده تي كابيتال. يبقى كده ده البروجرام بتاعنا، قلنا له while true طول ما اللوبه شغاله، طول ما البرنامج شغال، عشان القيمه تظهر على طول وتختار منه اللي انت عايزه. طيب هنقول له ايه؟ قلت له اول حاجه اظهر لي الاختيارات اللي انا هختارها، وهطلع الرساله لليوزر اقول له دخل لي الاوبشن اللي انت عايزه، واديله conditions. لو الاختيار رقم 1 اندهلي على الفانكشن اللي احنا عاملينها فوق اللي اسمها add task. طب لو اختيار رقم 2 اندهلي على الفانكشن اسمها remove task. طب 3 show tasks. طب لو 4 هتعمل ايه؟ 4 هنا انا قايله له ان هي exit، هتخرج بره البرنامج، هيقول لي جود باي، وبعد كده هيعمل بريك. بريك بتعمل ايه؟ بتقطع اللغة بتاعتي وبتخرج. else print invalid choice. ماشي. بعد كده هنا دي عشان ارن كل البرنامج بتاعي. بقى نرن ونشوف ايه اللي هيحصل. انا عامل لي ايه؟ قال لي to do list menu add task remove a task show all tasks exit. طيب اختار لي واحد. enter your task، دخل التاسك بتاعك. اقول له do my homework. عملت انتر. لما عملت انتر قال لي ايه؟ قال لي task added do my homework، وبعد كده عرض لي تاني الليست بتاعتي. ده السبب ان هو اتعرض التاني ايه؟ اللي انا عامله while true، اعرضها لي تاني عشان نكمل بقى احنا عايزين ايه. ماشي. طيب هقول له اعمل لي ايه؟ هقول له اد تاسك تاني. اقول له 1. قال لي enter your task، دخل التاسك اللي انت عايزها. اقول له eat my food. قال لي task added eat my food. طيب دلوقتي انا عايز اشوفهم موظفه فعلا ولا لا، فاختار لي اختيار رقم 3. اقول له 3. قال لي ايه؟ قال لي your tasks و my homework و eat my food. ماشي. عايزه امسح بقى ايه eat my food دي. اقول له 2. اختار الاوبشن 2 اللي هو remove a task. enter the task to remove. اقول له eat my food. قال لي task removed eat my food. تعالى نعرضهم تاني نشوف اتمسحت ولا لا. قال لي your tasks do my homework بس. ماشي. لو قلت له بقى 4 قال لي جود باي، مع السلامه. وبكده يكون خلصنا مع بعض اول بروجكت معانا to do list app.